بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا النهارده نخزن الليمون الاخضر. يقعد معانا مسافة كبيرة او وقت اكبر على قد ما نقدر. الليمون الاخضر عشان نحتفظ بيه مدة كبيرة على رف التلاجة. لما نيجي ننقي الليمون ننقي الليمونة الخضراء اللي قشريتها ناعمة، لان الليمونة الصفراء بتفسد مننا بسرعة، لكن الليمونة الخضراء بتصبر معانا وقت اكبر ومدة اطول. كمان ما نيجي نختار الليمون بنختار الليمونة اللي قشرتها ناعمة زي ما احنا قلنا، لان نسبة العصير او المية فيها بتبقى اكتر من الليمونة الخشنة. الليمونة الخشنة بتبقى كلها تفل وما بيبقاش فيها نسبة عصير كتير زي ما احنا قلنا. طيب يا حبايبي، لما نيجي نخزن الليمون او نحافظ عليه مدة كبيرة زي ما احنا قلنا، بننقي الليمونة الكبيرة زي ما احنا شايفينها كده اللي قشريتها ناعمة، ما يكونش فيها مثلا تشققات او حتة منها ضربة او اي حاجة، تكون الليمونة سليمة تماما. بعد كده هناخد كمية الليمون بتاعتنا وهنعبيها في اكياس زي ما احنا شايفين كده. الليمون هنعينه فين بقى؟ هنعينه في رف في درج التلاجة او في باب التلاجة. لو حطيناه على الرف الليمون الكيس بيتملى بخار، والبخار بيخلي الليمون يفسد معانا بسرعة. لكن لما بنحطه في الدرج بيخليه رطب وجميل، وبيفضل في الكيس محتفظ بقوامه وطازة زي ما هو، وما بيجرالوش اي حاجة. ممكن يقعد معانا شهرين لو احنا سايبينه في الدرج. كمان في باب التلاجة برضو ممكن برضو يفضل كويس زي ما هو. اللي هنسيبه على الرف هو على قد استخدامنا، وبيبقى الكيس مفتوح عليه عشان ما يتملاش بخار ويبوظ مننا. الطريقة ديت بتخلي الليمون يقعد معانا شهر 2 ما بيجراش له اي حاجة. كمان ممكن نجيب كيلو او 2 ونعبيه في كيس برضو زي ما احنا شايفينه كده، ونعينه في الفريزر على قد التتبيلة للسمك للفراخ لأي تتبيلة هتعمليها. بنطلع الليمون يفك معانا شوية، وبعد كده بنضربه مع التتبيلة بتاعتنا. أتمنى أن الطريقة تعجبكم والفيديو ينال إعجابكم حبايبي.